وايه كمان؟ ولا حاجه يا بابا، كده وبس. طب وبس ليه؟ مالكش نفس كمان تركب عربيه؟ والله يا بابا مش وقته، بعدين يمكن. وليه مش وقته يا اخي؟ وليه بعدين؟ ما تخليك صريح في طلباتك. هو انت لا سمح الله بتطلب من حد غريب؟ ده انا ابوك يا سي حسن، واذا كنتش تطلب مني بعين وجباير يبقى هتطلب من مين بقى؟ والله يا بابا ده الكلام اللي احنا بنقوله. انتوا مين؟ لا يعني انا وثروت وجمالات وماما. يعني كلكم؟ ايوه يا بابا كلنا. والست والدتك كمان متفقه معاكم يعني بالصلاه على النبي كده بقيتوا كوبانيه؟ الله الله، ليه بقى الكلام ده يا بابا؟ هو احنا لا سمح الله متفقين عليك في حاجه بطاله؟ ولا تتفقوا يا اخي، وانا يهمني اللي يتفق على حاجه يكون يقدر عليها، تكون في ايده، لكن في جيب غيره يا اخي هو تبقى نجوم السماء قرب له. الله، احنا مش خلاص اتفقنا يا بابا ولا هنرجع تاني في كلامنا؟ اتفقنا على ايه يا شاطر؟ على ان حضرتك هتدفع لي المهر وتديني 600 جنيه في ايدي عشان اتجوز سميره. يعني كلهم كده يطلعوا كام؟ 600 جنيه بس يا بابا. بس؟ ايوه يا بابا. وليه بس يا اخي؟ ما تخليهم 700 يا واد. اما انت عليك جبله. الله، لزومه ايه الكلام ده بس يا بابا؟ لزومه انك بجح، عينك جامده، قليل الحياه. يا بابا انا ما غلطتش في حضرتك وبتكلم معاك بكل ادب. ادب؟ انه ادب ده يا شاطر؟ بقى بسلامتك جاي تاكل عقلي وتدحلب لي علشان تلهف مني 600 جنيه ومش عايزني اقول لك قليل الحياه؟ يا اخي ده انت 600 قليل حياه وقليل تربيه كمان. الله يسامحك يا بابا. طب يا اخويا الله يسامحني، عايز حاجه تاني بقى؟ لا يا بابا، هقول لك ايه تاني؟ طب اتفضل يا اخويا وريني عرض كتافك. طب يا بابا. مع السلامه. مع السلامه يا اخويا، انا راجل صاحب عيا، مانيش حمل المناهده دي كلها. سيبوني في حالي بقى، خلوني ارتاح. طب الله. طيب تصبح على خير. خير يا سيدي، مع السلامه. ال 600 جنيه قال ده اتجنن في عقله الواد ولا ايه؟ 600 جنيه فلوس؟ والله عال بيطلب مني انا فلوس. ليه؟ عشان ايه؟ بمناسبه ايه؟ عشان يتجوز قال. طب وانا مالي يا اخوي؟ ما يتجوز ولا يتطلق، انا شغلي ايه في كده؟ خلفة اخر زمن. انت لسه صاحي يا عماد؟ عماد ده هديه يا راجل، مال بلا امور تمثيل. بقى انت لحقت تنام يا راجل؟ ده الواد لسه يا دوبك طالع من عندك، انت هترد عليا ولا لا؟ دي بقى يا ستي نمت. ايه غريبه يعني؟ مش عايزاني انام كمان يا ست عدلات؟ بقى عاجبك كده؟ الواد من ساعه ما طلع من عندك وهو نازل عياط. ما يعيط يا ستي ولا يتفلق، وانا ايش دخلني في كده؟ ايه، ما هو انت السبب يا اخي. نعم. قلت ايه حضرتك؟ برضو انا السبب؟ كل حاجه انا السبب. امال يعني ايه؟ حد في الدنيا يعمل كده؟ ده احنا ما صدقنا عطرنا له على عروسه بنت حلال ومؤدبه، تقوم تيجي انت تخلى بينا كده وتضيعها عليه. غريبه والله. ايه هي اللي غريبه؟ ليه المنطق بتاعكوا كده؟ عطرتوا عليه فين؟ مين في الدنيا قال كده؟ كل الناس على هذه الحال. يا سلام، تسمحي تقولي لي حضرتك مين بسلامته اللي قال هيتجوز؟ حسن ابنك. يعني مش انا؟ لا مش انت. يبقى خلاص. ايه هو اللي خلاص؟ اللي هيتجوز هو اللي يدفع الثمن. وانت ما تدفعلوش ليه؟ هو انا اللي هتجوزها؟ ادفع ثمن حاجه ما تخصنيش، فاكهه مش هاكلها، ادفع فيها قرش ليه؟ بقى هو حسن مش ابنك؟ هو انا بنكر؟ ابني ونص. واللي يعيبه مش يعيبك؟ مين اللي قال كده؟ كل الناس بتقول كده. الناس. طب وانا مالي بقى؟ ما يقولوا الناس زي ما هم عايزين. هي الناس بتصرف عليا؟ لما اموت من الجوع هتبقى الناس تاكلني؟ لما اعيا الدكتور هيعالجني بلاش؟ الاجزاجي هيديني الدواء من غير فلوس؟ الجزار هيبعت لي خروف لوجه الله؟ هو ايه الكلام ده اللي ملوش لزوم؟ ايش دخل الدكتور والجزار والبقال في اللي احنا بنقوله؟ ما هم دول الناس اللي حضرتك بتقولي عليهم، دول الناس اللي بيخترعوا الاصول واللي مش اصول، واللي عيب واللي مش عيب، وبعدين احنا لازم نسمع كلامهم ونمشي عليه. زي الناس ما بتعمل لازم نعمل. وان ما عملتش تبقى مش اصول. خلاص يا ستي مش اصول. في حاجة تانية؟ يا راجل والله ده حرام عليك. ابنك البكري تكسر نفسه بالشكل ده علشان 600 جنيه وانت عندك الميات متلتلة على بعضيها في الخزنة. ايوه يا اختي، قري عليهم قري، عندك الميات متلتلة في الخزنة. ايه هو انا سارقهم؟ لاقيهم في الشارع، مش وارثهم. والله اللي ما ورثوش احسن منك. احسن مني ليه بقى؟ هم اقل اسمهم ما عندهمش، انما يبقى عندك ومستموت بالشكل ده يا اخي. والله ده الفقراء متمتعين عننا. يا ستي يتمتعوا، هو انا حايشهم؟ ايه يعني احنا ملناش نفس؟
هو درس في الفلسفة؟ فلقت دماغي من الصبح في كلام فارغ. هي كلمة ونص. انت عايزة ايه؟ تدفع لابنك ال600 جنيه قبل العروسه ما تطير من ايده وبعدين ما يعوضهاش. وما يعوضهاش ليه يا اخت؟ لانها بتحبه وهو بيحبها. حب؟ والله يا عال. طب ما دام بيحبها وهي اخرى بتحبه، ما يتجوزوا بعض يا اخي. يا دي الليله اللي مش فايته. هما يا راجل هيتجوزوا بعض كده قرداحي من غير فلوس؟ وايه المانع؟ والله اسال روحك. سائلها وعارف الرد. يا راجل نشفت ريقي، حرام عليك. ما هو لو كنت فقير ما تحتكمش على حاجه كنا قلنا معلش، لكن تبقى الفلوس تحت ايدك بالكوم وتبخل على ابنك بالشكل ده. ابخل؟ انا دلوقتي ببخل؟ امال ايه يا شيخ؟ انا مش ممانع، انما بس الطلب يبقى في حدود المعقول، مش 600 جنيه. 600 جنيه يا عالم. بلاش ال600 دي اللي مش عاجباك. ها تحب تدفع له كام؟ اهو كده الكلام. ها؟ مش العبارة قافش. ايه هو؟ انتوا دايما كده طلباتكم بالعصاية والسكينة. يا سيدي لا عصايه ولا سكينه ولا دبشه، اللي يطلع من ذمتك كام؟ ايوه هو كده التفاهم. كام؟ خلصني. ليه دي ما تطولي بالك عليا؟ امال انت مالك كده؟ مش مدياني فرصة اخد نفسي. اللهم طولك يا روح. اتفضل يا سيدي ارتاح على مهلك وخد نفسك زي ما انت عايز. ها نيتك سمحت بكام؟ خلاص يا ستي، زي بعضه. ولو اني يعني مش مقتنع بالجوازة دي، انما زي بعضه. ها اديله يا ستي 20 جنيه. ايه مالك؟ حاجة قرصتك؟ روح يا شيخ ربنا يجازيك. ربنا ما يحوجنا ليك ولا لفلوسك. طيب يا ست الله يسامحك. ايه تسمحوا بقى؟ تسمحوا تسيبوني انام؟ ما حدش يجي تاني يقلقني يا عالم. لا حد جاي لك ولا حد فاتح باب اوضتك. اعوذ بالله. الجواز قال الحب. ما تزعلش يا حسن، وايه يعني؟ انا اذا كان عليا استناك بدل الشهر سنة وبدل السنة 10، وانت اعتمد على نفسك، وانا من ناحية وانت من ناحية، وبلاش حكاية والدك دي. بس يا سميرة لو كان فقير، لو كان ما حلتوش ما كانش يهمني. ده عنده الفلوس بالكوم. وبيعمل بيهم ايه؟ ولا حاجة، اهو قافل عليهم في الخزنة، ما بيشممهمش الهوا حتى. إلهي يا شيخ هيرزقه بفار يكون ابن حلال ويخلص له عليهم. يا خبر، للدرجة دي يا حسن بتحقد على ثروة ابوك؟ ثروة؟ ثروة ايه دي بقى يا ست سميرة؟ هي الفلوس بالشكل ده تبقى ثروة؟ دي عصاية المقش افيد منها. على الاقل اهو الواحد ممكن يتعكز عليها يضرب بيها، مش مال كده مكوم في الخزنة من غير فايدة. طيب مش يمكن والدك له فكرة في كده يا حسن؟ يا فندم، فكرة ايه بقى اللي هتكون عنده يا ست سميرة؟ لا يعني قصدي يكون شايلهم لوقت عوزة. وقت عوزة؟ ويعني الوقت اللي احنا فيه دلوقتي مش وقت عوزة؟ لا انت بتقول ان الجواز في رأيه مش ظرف قهر. ايه يعني بقى الواحد لازم يعيا ولا يموت عشان حضرته يفتح الخزنة وينعم عليه ب5 جنيه ولا 7؟ على العموم انا مش من رأيي انك تعتمد عليه يا حسن. صحيح انك لسه متخرج جديد وما عندكش المبلغ اللي يكفي للجواز ومصاريفه، لكن احنا برضو نقدر بقدر الامكان نختصر في تكاليفنا. يا ستي هنختصر ازاي بس؟ ما احنا على يدك حاسبينها بالمليم والنكل. لا برضو يا حسن، احنا عملنا حساب حاجات كتير ممكن اننا نستغنى عنها. زي ايه كده يا ستي؟ ايدي على كتفي. خد عندك مثلا حكاية الفرح والحفلة والشربات والملبس والمغنى كل دي حاجات بلاش منها. بلاش منها ازاي بقى؟ ايه هنتجوز كده على السكتي؟ وماله يا اخي؟ وماله ازاي؟ يعني اصحابي وقرايبي وقرايبك والناس اللي تعرفنا دي كلها مش لازم نعزمهم في ليله فرحنا؟ ايوه ممكن نعزمهم، لكن مش معنى كده اننا نورط نفسنا في المصاريف والتكاليف اللي كنا متفقين عليها. نقدر نكتفي باننا نقدم لهم كوبايه شربات، وكان الله يحب المحسنين. محسنين ايه بقى؟ ده احنا في الحاله دي نبقى قرصانين ميتين على الدنيا. يا سيدي على راي المثل، الجوده من الموجود، وما دام العين بصيره والايد قصيره. ايوه يبقى نستموت بقى ونكسف نفسنا قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. والله يا ستي انا افضل اننا نكتب الكتاب عند المأذون عن اننا نعمل كده. ايه فرح سكيتي لا حته جاتوه ولا لقمه ولا حد يرقص ولا حتى حد يزعق يقول يا ليل. يا سيدي ولا تزعل نفسك، انا هجيب لك البيك اب وادور لهم اسطوانات تفضل تقول يا ليل ويا عين لما المعازيم يهجوا ويسيبوا الفرح. طيب وبالشكل ده يعني هنختصر قد ايه من المصاريف؟ مش اقل من 60-70 جنيه. برضه ما يعملوش حاجه. لا ما هو 50 من هنا و10 من هنا و5 من هناك، هتلاقي ان المطلوب مننا انخفض للنص. طب وليه بس التعب والارباطه دي كلها؟ مش كان اسهل واكرم لنا انه يدينا القرشين دول في ايدينا؟ هترجع تاني يا حسن؟ ما هو شوف، طول ما انت معتمد على مساعدة والدك ومتصور انك مش ممكن هتعمل بيت من غير فلوسه، مفيش فايدة. معلش، على العموم انا برضه هتصرف. ما هو مش ممكن، مش معقول. ايه يعني هنرجع نطلب منه تاني بعد اللي عمله؟ لا انا هعرف ازاي اخد منه الفلوس. ايه هتسرقهم ولا ايه؟ لا 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 لا، انا ليا طرق تانية، انا اعرف ازاي اتصرف. شوفي مين يا بنت يا جمالات. حاضر يا بابا.
مين يا بنت؟ ده المعلم عاشور والاسطى معوض عاوزينك يا بابا. عاشور ايه ومعوض ايه اللي جايين يقرفوني على الصبح؟ ايه نهايته؟ خليهم يدخلوا يا بنت. اتفضلوا اتفضلوا. كتر خيرك يا ست جمالات. اتفضل يا اسطى معوض. اتفضل. ايوه ايه انا حاسبه لك انت تكلمه الاول. وش معنى يعني؟ الله ما انت عارفنا يا معلم، انا راجل عصبي وشراني، وكلمه مني وكلمه منه هتلاقيني قايم طابق في زماره رقبته على طول. يا سلام. يعني انا اللي بارد. طيب يمين بالله انا ما تطلع زرابينا عليه لكن ماسح به الارض. لا 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 يا معلم عاشور، المساله لازمها شويه سياسه. ها يعني ايه؟ يعني احنا اتنين، واحد يشد واحد يرخي، واحد يكيل له والتاني ايه؟ مش شغلي. انا شخصيا هكيل له. شوف لك صرفه انت بقى. خلاص يا معلم ماشي كلامك، كيل له يا معلم. اهلا 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 وسهلا. اهلا بيك يا اخويا. نعم. نعم الله عليك يا عم عماد، اهلا وسهلا. ايه هي صورة ما تتكلم دغري يا فندم. ما تقول له معلم عاشور. يعني هي شغله. اسمع بقى يا ابو حسن. ايوه يا عاشور. بقى الشهر ده احنا دخلنا الميه والنور للدكان زي ما انت عارف. اديني عارف. والميه والنور لما دخلناهم الدكان اتكلفوا علينا فوق ال20 جنيه. مش كتير والله. وبعدين؟ وبلطنا الدكان ورممنا الدكان وبيضنا الدكان زي ما انت عارف. عارف يا اخويا. لا طيب لما انت عارف امال مالك ملحوق على الاجره ليه؟ يا اخي الدنيا طارت. الله، ايه جواب المسوجر اللي انت بعته لنا ده؟ ما تقراه يا اخي ولا تخلي حد يقراه لك وانت تعرف ايه هو. قريته واتقرا لي بدل المره 10 وعارف اللي فيه من قبل ما افتحه. جدع. وطيب لما انت عارف اللي فيه من قبل ما تفتحه ما دفعتش الاجره ليه؟ ووفرت على نفسك الكلام والحديد ووفرت عليا انا اخر ال5.5 بتوع الباص. يا عم ابو حسن يا عم ابو حسن، اصول التفاهم مش كده. الله، لازم تاخد وتدي برضه ونتراضى بالاصول. اسمع يا راجل انت، انا لا عايز منك اصول ولا فصول. انت تقعد ساكت وتسيب عاشور يكلمني، مش هلاحق على 10. لو ماله يا عم ابو حسن، حقك على راسي من فوق. وماله، انا غلطان لك يا عم، انا غلطان لك يا عم ابو حسن. ده ايه يا اخويا ده؟ ما خلاص بقى. معوض. ايوه يا معلم. اجمد شويه بلاش العواقه. اكتر من كده يا معلم ما يستحملنيش. وعايز ايه بقى يا سي عاشور؟ ما هو شوف اما اقول لك، انا مش جاي استجدى منك، انا جاي اطلب حقي زي ما انت عارف، وزي ما انت بعت لي جواب تطلب حقك. حقك؟ انت ليك عندي ايه؟ الدكان مش عندك؟ امال يعني خدتها على كتفي وجريت؟ ما هي تحت اهي على ربعتها. خلاص يبقى تديني الاجره وانت تديني مصاريف الترميم والبياض. ايه يعني حضرتك رايح ترمم وتبيض وتدهن دكانتك احمر واخضر وانا ايه ذنبي؟ ما هو شوف يا ابو حسن، انا ما قلتلكش ادفع مصاريف الميه والنور، انما الترميم لازم تدفعه. وما دفعتوش يعني؟ ما اديكش اجره بقى كده والنص كمان. الله. والترميمات دي بقى كده تطلع لها كام ان شاء الله؟ 13 جنيه ونص و4 ساغ. بلاش الفكه يا معوض، خليها عليا انا بزياده شويه. يا سلام، وجاي على روحك كده ليه يا اخي؟ ما تخليها